السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الاقتراح ديال اليوم غادي نشارك معكم دي ميني بريوش أو ميني قرص كيجيو رائعين بزاف، خفافين قطنيين من الداخل وهشاشين، ينفعوكم مع وليداتكم المدرسة وحتى ليكم على شلة. كيبقاو مدة طويلة ما كيبقى لهم حتى شي حاجة وبدون زبدة. ما عليكم إلا تتبعوا معايا الوصفة باش بسم الله على بركة الله. غادي نذكر معكم مباشرة الطريقة والمقادير. عندي هنايا في واحد الإناء غادي نحتاجو كأس من الماء يكون دافي، تيبقى على حسب الجو. ربع كأس من ماء الزهر كيبقى اختياري، الا كيعجبكم ماء الزهر ديروه، ما كيعجبكمش تقدروا تستغناو عليه. كأس من الحليب حتى هو كيكون دافي، يعني الا كان الجو هكايا سخون غير كدفيوه شويه، وإلا كان الجو هكايا بارد كتسخنوه واحد شويه ولكن ماشي يكون طايب. غنضيف هنا معلقه كبيره من الخميره ديال الخبز، اما المعجونه اولا الفوريه، حتى هي كتبقى على حسب الجو. وغنضيف نصف كاس من السكر سنيده اولا السكر الخشن. بالنسبه للحلاوه البنات، راه هاد البريوش هادو ما كيجيوش حلوين نهائيا، يعني الا بغيتو تزيدوا السكر تقدروا تزيدوا هكايا حتى الكاس ديال السكر. عندي هنا حبه وحده من البيض، يعني البيض تقدروا ما ديروهش في العجين، تقدروا تستغناو عليه، ولكن انا ضفت هذاك البياض البيض غير هكا باش ما يضيعش وصافي. ضفتو، وداك الصفر غنحتفظ به حتى الاخير وغنحتاجوه للدهن. ضروري هكا كنغطيه باش ما كيديرش ديك القشره وكنخليوها على جنب. عندي هنا نصف كاس من الزيت، زيت المائده. ودائما الكاس اللي كنعبر به الكاس العنبه اللي كيوزن 150 مللي. معلقه كبيره ديال النافع، حبه حلاوه كيبقاو اختياريين منقيين ودرتهم هكاك يعني صحاح. تقدروا ديروا الزنجلان، تقدروا ديروا اي حاجه كتعجبكم. بالنسبه لهاد الزرارع هادو كيبقاو اختياريين، اللي ما كيعجبوكمش تقدروا تستغناو عليهم هما. وماء الزهر انا كيعجبوني هكا من السمين، كيجيو هكايا لذاذ. تقدروا تنسموا بقشور الحامض اولا قشور ديال البرتقال. وضفت هنايا واحد الساشي من سكر منسم بالفاني. غادي نخلط الكل مزيان وغنضيف معلقه كبيره من الخل. بالنسبه لهذا الخل هذا يكون بحال شي ماده حافظه، يعني كيحافظ لنا على هذا البريوش هذا. في نفس الوقت كيحيد لنا ديك الزفره ديال البيض، وفي نفس الوقت كيعطينا الهشاشه لهذا البريوش. كنخلط الكل مزيان بالطراب اليدوي فقط، يعني ما تحتاجوش انكم تعجنوهم. وغادي حتى كتذوب لينا ديك الخميره مع داك السكر. من بعد مباشره نبداو بالاضافه ديال الدقيق. هنا ضفت 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق. وغادي نضيف كيس من الخميره ديال الحلوه فئه 8 غرام، ونص معلقه صغيره ديال الملح. الملح ما درتهاش في الاول لانها كتحيد لينا المفعول ديال الخميره. صافي، وغادي نبدا نخلط شويه بشويه، وانا كنضيف الدقيق على حسب. كما شفتوا درت 3 د الكيسان، وضروري هكا كنغربلوه. وصافي كنخلط هكا غير بالطراب اليدوي، ما تحتاجوش تعجنوا بيدكم نهائيا. صافي كنخلط مزيان حتى كيختفي داك الدقيق، ما كيبقاوش هكا الحبيبات ديال الدقيق باينين. وكنزيد الكميه اللي بقات لي حتى كنكمل. ونوريكم القوام ديال العجين، ما خصهاش تكون قاصحه باش كيجيكم البريوش خفيف من الداخل وكيجي قطني. خاص العجينه تكون شويه كتلصق في اليد. هنا كنضيف الكأس الرابع وانا غاده شويه بشويه. يعني كنطرب كنخدم هذا البريوش هذا بحال الشكل ديال العجينه ديال السفنج. كيف كتشوفوا كنبقى غير نخبط هكايا بالطراب، راه كيتسدلك بوحدو، يعني ما تعذبوش راسكم. صافي كنبقى مستمره بالاضافه ديال الدقيق حتى كنكمل. هنايا الكأسات ديال الدقيق غادي نضيف فقط غير النصف ديالو وغادي نشوف. صافي هنايا اخواتي من بعد ما جمعت العجينه خدات ليا 550 غرام ديال الدقيق، يعني 5 ديال الكؤوس ونصف ديال الدقيق. هذا هو القوام ديالها كيف كتشوفوا. كما قلت لكم راه ما تحتاج انكم تعجنوها بيدكم، انا هنا غير بغيت باش نوريكم القوام ديالها. صافي كندهن يدي هكا بشويه ديال الزيت وكنحاول نجمع دوك الجوانب، اولا هكا بشي سباتول من الاحسن.
صافي هنايا من بعد ما خلينا العجينه كتختمر غادي ندوزو نوجدو هاد الليمون هكا فرديين. الا بغيتوهم كيبقاو اختياريين طيبوا فيهم هاد البريوش كيجي الشكل ديالهم زوين. ما بغيتوش تقدروا ديروهم غير هكاك مباشره في اللاطه ديال الفران. خديتهم هنايا هاد الليمون هكا صغيورين، دهنتهم هكا او رشيتهم بشويه ديال الزيت، وغادي ندهنهم نرشهم هكايا بشويه هكا ديال الدقيق مزيان، كنفندهم هكا في الدقيق وكنفض داك الدقيق الزائد صافي فيهم. فاش غادي نطيب هاد البريوش هذا تقدروا صافي هنايا العجينه من بعد ما اختمرت مزيان وضاف الحجم ديالها، يعني ضروري تخليوها تختمر في هذه المرحله هذه باش يجيوكم زوينين، لانهم غادي يخمروا غير هذه المره هذه، والمره الثانيه يعني ما كنخليوهمش مده اللي طويله حتى كيضاعف الحجم ديالها بهذا الشكل هذا. صافي هنا كندهن يدي بشويه ديال الزيت وكنحاول نخرج داك الهواء الزائد اللي كيكون في العجين غير بشويه، يعني ماشي تدلكوها اولا تخبطوا العجينه بزاف، غير شويه فقط. كنبقى ندهن يدي هكا بشويه الزيت وكنقطع هكا كريسات كنحطهم هذوك في دوك ليمون اللي وجدنا قبل. كما قلت لكم هاد ليمون هذوك كيعطيونا شكل زوين وكيجيونا هكايا ساهلين هكا في الخدمه. اولا كما قلت لكم تقدروا ديروا غير في لاطه عادي، لاطه ديال الفران عادي، كتفرشوا لا اما ورق الزبده اولا كدهنوها غير بشويه ديال الزيت، كتقطعوا عادي الكريسات وكتحطوهم في ديك اللاطه. غير تحاولوا تباعدوا بيناتهم باش ما كيلتصقوش ليكم، لانه مازال غادي يضاعف الحجم ديالهم. وصغروهم قد ما قدرتوا البنات صغروهم لانهم مازال كيكبروا ما شاء الله وكيجيو حبات هكايا اللي طالعين وكبار. صافي هنايا غادي نبقى نقطع بحال هذا الشكل هذا كريسات وكنحطهم في دوك ليمون اللي حضرنا من قبل. وهنايا في هذه المرحله لا تقدروا تعمروهم الا بغيتوا هاد البريوش هذا تعمروه بالشوكولا اولا بالمربى اولا تخليهم غير هكا كما درت انا، كيبقى لكم الاختيار يعني تعمروهم باش ما بغيتوا. صافي كنحطهم مباشره في هذوك ليمون. عندي هنايا خرجوا ليا 20 حبه بهذا القياس هذا، 20 يعني بريوشه. وصافي هنايا كنقرصهم، يعني كنقرصهم كندهن يدي بشويه ديال الزيت وكنبقى نقرصهم حتى كياخذوا الشكل ديال هذاك الليمون. وحاولوا ديروهم صغارين باش ما يفيضوش لكم هكايا في الفران. صافي كنبقى نقرصهم بهذا الشكل هذا، كنحطهم في صينيه ديال الفران عادي لانهم هكايا باش يجيونا ساهلين هكا في الطياب. كنغطيهم هكايا بواحد بلاستيك واحد زويف وكنخليهم هكايا غير واحد 10 دقائق 5 دقائق على حسب الجو كما قلت لكم، يعني على حسب ما تخليهمش يخمروا بزاف بزاف، غير واحد شويه فقط تشوفهم هكا طالع. صافي هنايا مباشره من بعد ما اختمروا وضعف الحجم ديالهم، المهم انا خليتهم هنا شويه فخمروا اكثر من القياس. المهم نتوما ما تخليهمش يخمروا حتى لهاد الدرجه هذه، غير هكايا واحد شويه تقريبا تشوفهم انهم طلعوا واحد شوي صافي كدهنوهم وتدخلهم الفران. المهم انايا تلهيت عليهم وخليتهم حتى اختمروا بزاف كيف كتشوفوا. خديت هنايا داك الصفار ديال البيض اللي احتفظنا به في الاول، زدت عليه واحد شويه هكا ديال الماء، واحد 2 معالق د الماء، وغادي نطربو مزيان. وكندهن هكا الوجه ديال البريوش، كنرش هكا بشويه ديال الزنجلان الابيض اولا ترشوا باش ما بغيتو اللوز اولا كاوكاو. وندخل بعد ما كندخلهم للفران كيكونوا من الفوق والنار من التحت، والنار كنقصوا لها كنخليهم باش يطيبوا على خاطرهم. انا راه ما هبطتهمش نهائيا، يعني خليتهم الفوق، يعني كيتحمروا من الفوق ومن التحت ومن الجوانب، ما كنهبطهمش نهائيا. نتوما على حسب الفران ديالكم، انا كنطيبها في الفران ديال الغاز، نتوما على حسب الفران اللي عندكم. صافي حتى كيطيبوا. بالنسبه هذه الطيبه الاولى اولا اللاطه الاولى واللاطه الثانيه يعني راني دخلتها حتى هي راه كطيب. هنايا غادي نقسمهم معاكم ونحيدهم بكل سهوله من دوك الليمون، ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه، فقط غير دهنوهم بالزيت ورشوهم بالدقيق راه كيجيو غزالين وكيجيو كما قلت لكم بحال شي كاب كيك، كيجيو طالعين ما شاء الله وكيجيو غزالين وخفاف خفاف ريشه، يعني راه مازالين دافين ولكن راني خصي ضروري نقسم معكم باش تشوفوا كيجيو غزالين البنات، واحد الريحه طالعه. والاهم انهم اقتصاديا وكيخرجوا لنا كميه اللي وفيره. كما انه تقدروا تعمروهم هكايا بالشوكولا الا بغيتوا، تقدروا تعمروهم بالمربى، تقدروا ديروا اي حاجه يعني كتعجبكم نتوما كتفننوا. فقط العجينه اللي كتحترموا المقادير ديالها باش تحصلوا على هذه النتيجه هذه. كيجيو غزالين بزاف وخفافين قطنيين، تحتفظوا بهم هكا في المجمد اولا غير في المطبخ عادي في شي بواطه هكا محكمه الاغلاق وكتخليوهم راه كيبقاو مده طويله ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. نتمنى اخواتي الوصفه اليوم تنال اعجابكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. خليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد واقتراح جديد، وبسلامه عليكم.